نايمه في سابع نومه وقفل عليا باب اوضتي وعادي. لقيت بابا بيفتح الباب وبيشوط الباب برجليه. قومي قومي، مفيش عرسان، مفيش جواز، انا اولى بيكي، انا اولى بيكي. وراح جايبني من شعري ومقومني من على السرير بالعافيه. انا طبعا على بال انا نايمه في سابع نومه، على بال ما استوعبت الموقف، ايه ده، هو في ايه تاني؟ تاني يا بابا، يا بابا حرام عليك، انت عايز مني ايه؟ الا انا كل شويه انا اولى بيكي، انا اولى بيكي ومعرفش ايه. المره دي بقى عرفت افلت من تحت ايده. هو مسكني يا دوبك من شعري، فانا زقته جامد كده، هو عامل حسابه ان انا رايحه في سابع نومه، فاللي هو ايه، صاحيه اصلا مش فايقه. المهم رحت زقه ايده بعيد عني، ورحت زقاه هو على السرير، وقع فعلا على السرير، ورحت طالعه جري من باب الاوضه. طبعا فضلت الف، اروح فين؟ انا كل دوت اساسا مش مركزه، لسه برضو نايمه. اعمل ايه وانا بالهدوم دي؟ وبعدين شدني من الهدوم برضو، مش اتقطعت بس يعني فتقت كده من بعضها. ما لقيتش حاجه اعملها ولا اتصرف غير ان انا رحت فاتحه باب الشقه ونزلت جري. نزلت تحت في، طب انا رايحه فين؟ انا داخله، انا نازله كده على الشارع. افتكرت واستوعبت بقى ان انا ايه، لا طب ما اطلع عند عمي فوق، انا هنزل الشارع بالمنظر ده ازاي؟ المهم رحت طالعه على عمي على طول. قلت ايه بقى، ما فيش حل تاني قدامي غير كده. طلعت على عمي، فضلت اخبط، ما احنا وش الفجر. فضلت اخبط وارزع على الباب، الحقوني 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 الحقوني. طبعا على بال ما فوقوا هما كمان وفتحوا على صوت سويتي وبتاع على الباب. بيت الحمد لله ان هو بيت عيله. المهم عمي فتح لي، في ايه ومالك عامله كده ليه، ومالك مبهدله كده ليه، في ايه، حرامي عندكم ولا في ايه؟ قلت له لا مش حرامي، تعالى الحق بابا. قال لي ماله ابوكي بيعمل ايه؟ قلت له بيعمل فيا اللي بيعمله، تعالى الحقني دلوقتي وشوف لك حل بقى معاه. انا ما بقتش قادره خلاص على اللي هو بيعمله فيا ده، وبعدين عمال يتهجم عليا وبيقول لي انا اولى بيكي، انا اولى بيكي. قال لي يا نهار اسود، ده اتجنن رسمي، ازاي يعمل كده، وازاي يقول لك الكلمه دي، وازاي، وايه التصرفات اللي بيعملها فيكي دي، وهو اللي مقطع لك هدومك كده، وهو اللي مشدك من شعرك كده. قلت له اه هو. قال لي طب خشي 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 خشي. انا بصي، ما انا هتكلم في ايه دلوقتي، ممكن نسمع صوتنا للجيران والمنطقه اللي حوالينا وبتاع. خشي نامي يا بنتي جوه والصباح رباح. قلت له صباح رباح انزلوا دلوقتي. قال لي لا انزلوا دلوقتي ايه، سيبيه دلوقتي خالص لما يبقى يهدى خالص، اما النهار يطلع له عينينا انا هبقى انزل اتصرف معاه. قلت له طيب ماشي. المهم خدت بعضي فعلا وقلت له لا انا لا قادره انام، وطبعا منهاره من العياط. قلت له لا قادره انام ولا قادره اعمل حاجه، انا هقعد هنا على الكنبه هنا. طبعا البيت عند عمي كان كله هو كمان صحي. عمي قال لي اللي انت عايزاه، المهم راح جايب لي غطا وبتاع، ورحت ايه، قاعده على البتاع، وفضلت طول بقيه الليل بقى لحد الصبح صاحيه ومنهاره من العياط. وطبعا قعدت بقى افتكر في ذكريات ماما، والله يرحمك يا ماما، انت اللي سبتيني للشقه ده وما اعرفش ايه. ميته بقى لها كام سنه، انا كنت يا دوبك لسه في الاعداديه، وانا اللي واخده بالي من بابا وواخده بالي من اخواتي الاتنين، بس واحد فيهم اكبر مني والتاني اصغر، فرق بيني وبينه سنه واحده بس، وما بشوفهمش اصلا خالص في البيت، يعني مش موجودين في البيت. فبقيت طالعه انا اللي في البيت، بعمل من وانا اعدادي، بعمل اكل وشرب وبطبخ وبغسل وكل حاجه، وشلت المسؤوليه بعد ايه، بعد موت امي. لحد ما كبرت بقى دلوقتي لقيت بقى ابويا بيعمل فيها العمايل دي. كل ده ليه؟ لما عمي قال لي بقى انت خلاص كبرتي وبتاع، وجايب لك عريس، العريس يبقى قريب مرات عمي. فطبعا انا ما صدقت بقى ان ايه، هتجوز بقى، وانا نفسي اتجوز بقى واترحم من الشقه اللي انا شقيانه ده، غسيل وطبيخ، وعشت دور من وانا صغيره مش دوري اصلا. يعني ما عشتش لا طفولتي ولا حسيت بحنان الام، وبابا طول النهار والليل يطلب في طلبات واعملي وسوي واطبخي ونضفي وعملتي ده وما عملتيش ده، وهي دي الحياه اللي انا كنت عايشاها. لحد ما عمي جاب لي العريس ده. ف لما مرات عمي قعدت كلمتني عليه وبتاع، انا كنت عارفاه لانه بحكم القرابه يعني، فانا عجبني. فعمي قعد مع بابا وكلمه، قال له البنت خلاص دلوقتي في سن جواز وبتاع، واحنا البلد بتاعتنا يعني البنات بتتجوز فيها بدري. فابويا راح مزعق فيه وقال له لا، انا ما عنديش بنات للجواز، هو انا كنت قلت لك شوف لها عريس؟ انت مين اللي قالك تشوف لها عريس؟ فعمي وقتها كده استغرب، قال له هو ايه اللي مين اللي قال لها تشوف لها عريس؟ العريس فلان الفلاني، ما انت عارفه وعارف عيلته وعارفهم، جه كلمني على البت، ما هو عارفها برضو، انا لا شفته ولا عملت، هو جه تقدم لي، قال لي اتكلم معاك انا وبعدين هيجي يتقدم لك. لا انا ما عنديش بنات، انا ما عنديش بنات. وقلب ابويا ايه، وقلب الدنيا. فعمي قعد معاه قال له لا بقى فهمني بقى الحوار،
ايه اللي لا ما عندكش بنات؟ ما عندكش بنات؟ امال البت دي مين اللي هيتجوزها؟ يعني هتفضل قاعده كده زي البيت الواقف ولا هتخليها بايره؟ هو كده انا ما عنديش بنات للجواز. وقفل ايه الحوار مع عمي قال لي وقتها خلاص يا بنتي اهدي اما اشوف بقى ايه هو عايز ايه بالظبط، ايه اللي في دماغه يعني. ده كام عريس يتقدم لك قبل كده وهو يرفض، وانا بقى عرفت من بره ان فلان ابن فلان اتقدم لك، وعرفت من مرات عمك برضو عرفت من واحده جارتنا ان ابنها اتقدم لك. فانا بصيت لعمي كده قلت له ايه ده؟ انا ما اعرفش حاجه عن الناس دي كلها. قال لي يا بنتي ما انا برضو ما اعرفش، ولا كان بيقول لي ولا كان بيشورني ولا بياخد رايي، ده بيرفض العرسان من بره بره. لحد ما اتقدم بقى العريس الاخراني اللي هو عمي جايبه ده، وكلم ابويا، وفي نفس اليوم لقيت ابويا بقى ايه بيصحيني من النوم: مفيش عرسان، انت مين قالك توافقي؟ انا قلت انت انا اولى بيكي ومعرفش ايه وبتاع، وقلب الدنيا. وطبعا لما بقى يعني بنت بقى عند عمي، دماغي بقى جابت كل السنين اللي فاتت دي كلها، وانا عايزه اتبسط وعايزه افرح وعايزه ابقى عروسه وعايزه اخلف وعايزه اخد بالي من جوزي وعايزه يبقى ليا حياه. المهم سبحنا بقى تاني يوم، فضلت بقى طول الليل بقى اعيط وبتاع، لحد تاني يوم فعلا زي ما عمي قال لي انا هتصرف بقى معاه بكره. فضلت قاعده عند عمي، مرات عمي ادتني لبس ومش عارفه ايه، قالت لي خليكي بقى قاعده هنا لحد ما نشوف ايه ابوكي هيرسى على ايه مع عمك. وعمي راح واخد فطار وبتاع وراح نازل له، قال له بقول لك ايه، بنتي وانا حر فيها، انا يا سيدي مش عايزه اجوزها، دي اللي انا لو جوزتها دلوقتي انا مين هياخد باله مني ومين هيراعيني ومين هيطبخ لي واخواتها الاتنين دول والبيت وبتاع. قال له يا نهارك اسود، انت عايز البيت تفضل قاعده من غير جواز علشان خاطر تعمل لك اكل وشرب وبتاع؟ قال له اه طبعا، ما انا مين اللي هياخد باله مني؟ قال له ما تتجوز يا عم، انا مش بتاع جواز، لا هتجوز ولا هعمل، وهي هتفضل قاعده هنا كده تخدم فيها وانا واخواتها. فطبعا هم صوتهم كان جايب اخر الدنيا، وانا ما قدرتش استحمل اسيبهم وهم بيتكلموا وانا قاعده فوق. ففضلت قاعده على السلم وسمعت كل الحوار. رحت واخده بعضي وداخله فتحت بيبان الشقه عندنا بتسيبها مفتوحه كده ايه مواربه يعني زي ما بنقول. المهم رحت زقه باب الشقه ورحت داخله، فقلت له يا بابا انت مش عايزني اتجوز؟ قال لي راح عمي سمع منه الكلمتين وراح سايبني وطالع. قال له لا الله يعينك على دماغك، ده انت بقيت في البلاله خالص. وراح عمي ما عجبوش الكلام وراح سايبه وماشي، كان عنده شغل ومشي مستعجل. المهم فضلت قاعده واقفه مع بابا، فقال لي انت لو وافقتي على الجواز ولا عملتي حاجه من ورايا من غير ما اعرف، لا انت بنتي ولا اعرفك، وانا هبقى متبري منك طول العمر. فانا بصيت له كده وسكت، اللي هو طب يا بابا انت بتعمل كده ليه؟ يعني هو كل اللي امها تموت ابوها ما بيجوزهاش عشان تقعد تخدمه؟ انا عايزه افرح. طب انت يعني عايش لي النهارده ومش عايش لي بكره، واخواتي الاتنين اكني يتيمه اصلا وما عنديش اخوات، اخواتي الاتنين مش موجودين في حياتي اساسا، محدش فيهم بيقول لي حتى صباح الخير. انت طولة العمر ليك لما ربنا يعني يرحمك هتسيبني بقى انا لمين؟ اللي اعرفه ان الابهات والامهات بيبقوا عايزين يطمنوا على بناتهم وولادهم قبل ما يموتوا. انت لا، انت عكس الناس كلها. قال لي هو انا كده؟ سمعت طبعا منه الكلام، واللي هو انا دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي. العريس اللي عمي جايبه لي فعلا كويس جدا ومحترم وابن الناس، وابويا نفسه عارف الكلام ده كويس وانا موافقه عليه، وابويا حاططني في خانه اليك ما بينه وما بين الجواز، يقول لي لا كل اللي طالع عليه لا انا اولى بيكي، تخدميني انا اولى، تقعدي مع انا اولى انا اولى انا اولى انا اولى. ما هو انت اولى وكل حاجه، بس يعني لحد امتى؟ هو انت هتعيش لي طول العمر مش عايز تفرح بيا وتجوزني؟ فانا دلوقتي مش عارفه هتصرف ازاي. اروح اتجوز من وراه؟ ما هو عمي كمان مش مقتنع باللي هو بيقوله، وعمي معايا في الخط، يعني عمي ممكن يقطع ابويا علشان خاطر يجوزني، فممكن اتجوز بقى انا من وراه، ولا مش عارفه اعمل ايه. وهل هو ليه حق اصلا في اللي هو بيقوله ده، ولا انا صح ولا هو صح، ولا هي الدنيا اتغيرت وانا مش عارفه، ولا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه. هو للاسف الاب في الحته دي يعني اب اناني جدا جدا. ايه يعني اكل وشرب وغسيل؟ ما تشوف حد يجي يعمل لك يا عم الحاج الحاجات دي، يعني الموضوع سهل. وبعدين الدنيا كلها فعلا هو للاسف الانانيه عنده واصله لمرحله عاليه جدا. الابهات والامهات فعلا بتبقى عايزه تطمن على اولادها قبل ما يموتوا. انا سايب يعني معلش انت بنت كمان مش ولد، لو ولد مش مشكله، ولد هيشيل نفسه وبيصرف على نفسه ومصيره هيجوز نفسه، لكن البنت اهلها اللي بيجوزوها. فلا ابوكي شايف الموضوع صعب جدا ومحتاج حد بقى يقعد معاه كده، شوفوا له حد شيخ
يا حاج اللي انت بتقوله دوت، هي مين قالك ان بنتك حتى لما تتجوز انها مش هتيجي تراعيك؟ ما هو يعني انت ليه هو حاطك كده ما انا هتجوز برضه يا بابا وكل حاجه، وهاجي اعمل لك اكل واشوف لك طبيخك واغسل لك غسيلك، وهاجي لك كل يومين ثلاثه اعمل لك طلباتك واعمل لك كل حاجتك. اديله حته الامان ان انت مش هتتجوزي وتبعدي فاللي هو هتنسيه مش هتعملي له حاجه. لا، انت ابويا واولى بكل حاجه طبعا، وقبل اي حد في كل حاجه، وهعمل لك كل اللي انت عايزه. ده انا هاجي اعمل اكل عندك ونطبخ وناكل سوا انا وانت، وجوزي يبقى يجي يتغدى معانا، هاجي لك خميس وجمعه ابيت معاك. اقعدي معاه وسيسيه بالكلمتين دول، طمني قلبه. هو يمكن من شده تعلقه مثلا بيكي ولا حاجه فاكر ان انت هتروحي ومش هترجعي، او هتقولي ما صدقتي. لكن لا، اقعدي معاه كده وطمنيه، وخلي حتى العريس نفسه رسوه على الدور لو شريكي هيفهم قصد ابوكي ايه من رفضه ليه، وخليه يجي يقول له يا عم الحاج مين قالك بس ان انا هاخد بنتك منك؟ ده احنا هنيجي نقعد معاك على طول، انت تشرفنا وتنورنا وتعالى اتغدى معانا كل يوم. كلمتين حلوين كده يلطفوا الجو، وان شاء الله ربنا يهديه ويصلح حاله. لكن الابهات لان على النقيض برضو بتبقى الام نفس الشيء، عايزه بنتها قاعده جنبها، عايزه ابنها لا ما تتجوزش واقعد معايا. بيبقى في حته انانيه غير طبيعيه. طب يا جماعه انتوا مش بتفكروا في المستقبل؟ ولادكم وبناتكم دول مش عايزين تطمنوا عليهم؟ ده بيبقى الشغل الشاغل للاهالي عموما كلها. انا عايزه اطمن على اولادي قبل ما اموت، عايزه ابقى شايفاكي في عصمه راجل يا بنتي يحافظ عليكي ويبقى سندك وظهرك بدالي. فليه يا حاج اللي انت بتعمله ده؟ فرجيه على الحلقه وخليه يقرا الكومنتات ويتابع الحلقه والكومنتات، لعل وعسى ربنا يهديه كده ويعقل ويبقى حاسس بغلطته تجاهك. برضو يعني يا ريت كل واحد كده يكتب له كلمتين في كومنت، يمكن ربنا يهديه يعني ويصلح حاله. خلصت حلقتي النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. اللي عنده اي مشكله وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابه عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبه.